ازيكم يا جريد فور؟ عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد. في الفيديو ده بقى هنحل مع بعض موديل اكزام 2 in concept number 3 unit 3. كنا حلينا قبل كده مع بعض موديل اكزام 1. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن وفي علامة الاي اللي فوق. يلا بينا نبدأ. اول حاجة بيقول لي choose the correct answer. question number 1: in the water cycle water بيحصل لها ايه then it before falling in the form of rains. في الووتر سايكل الووتر في الاول بيحصل لها ايه وبعد كده بتكون موجودة فوق وبتنزل على شكل رين. في الاول خالص الووتر بيحصل لها evaporate وبتتحول من ووتر لووتر فيبر وبتكون موجودة فوق في السماء. طيب بعد كده الووتر فيبر ده بيحصل له كوندنس، بيتكثف كده مع بعضه وبينزل على شكل ايه رين. يبقى الووتر اول حاجة بيحصل لها ايه هنا؟ بيحصل لها evaporate بتتبخر then it وبعد كده بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها كوندنس بتتكثف وبعد كده بيحصل لها falling in بتنزلي على شكل ايه rain. يبقى اول حاجة evaporate والتانية condense. طب اني واحدة من دول؟ شاطرين اللي هي B. طيب question number 2 بيقول لي the solar energy is converted into any form of energy in greenhouse. الجرين هاوس كان بياخد السولار انرجي وبيحوله جواه لايه؟ شاطرين للثيرمال انرجي اللي هي letter C. طيب كنا قلنا الجرين هاوس كان بيعمل كده ليه؟ شاطرين الفارمرز كانوا بيستخدموه عشان يعملوا جرو للكروبس اللي هي بتكبر بس في الورم كلايميت في الجو الدافي. فلما يكون الجو ساقع قوي كولد فكانوا بيستخدموا الجرين هاوس ده عشان يعملوا جرو للايه للبلانتس اللي هي بتكبر بس في الورم كلايميت. فالجرين هاوس يبدأ يحول السولار انرجي كله للثيرمال انرجي فالجو جواه يبقى ايه؟ يبقى هوت يبقى حر فيساعد البلانتس ان يحصل لها جرو. طيب question number 3 بيقول لي the reason of flowing of river water downhill is the force. بيقول لي السبب اللي بيخلي الووتر يحصل لها fall بتنزل كده تحت downhill ده بسبب انهي فورس؟ شاطرين الجرافيتيشنال فورس اللي هي قوة الجاذبية. question number 4 بيقول لي some types of lamps in street depend directly on as a renewable energy resource in order to do its function. بيقول لي في انواع كتير من اللامبس من اللمض اللي موجودة في الستريت في الشوارع بتعتمد على ايه بالظبط؟ وهو renewable energy resource عشان تعمل الفانكشن بتاعتها ان هي تنور لنا الايه الشارع. كنا لقينا اللامبس كتير بتعتمد على ايه؟ شاطرين بتعتمد على السانلايت. ليه؟ كانت بتاخد السولار انرجي من السانلايت وكانت بتحوله لإلكتريكال انرجي وتخلي اللامب دي ايه تشتغل. يبقى اللامبس اللي موجودة في الستريت depend on ايه؟ شاطرين sunlight. تمام كده. طيب بعد كده بيقولي complete the following table. الجدول اللي قدامي ده قايل لي ان الديفايس اللي معايا اللي هو السولار بانل عايز اليوزد انرجي الانرجي اللي هي بتستخدمها والبروديوسد انرجي. السولار بانل دي كانت بتشتغل ازاي؟ شاطرين كانت بتاخد كل السولار انرجي اللي جاي من الصن وبتحولها لإلكتريكال انرجي. الإلكتريكال انرجي دي نوديها لبيوتنا كلها عن طريق الوايرز الاسلاك. تمام كده. يبقى ايه الانرجي اللي هي حصل لها يوزد؟ الانرجي اللي استخدمتها شاطرين السولار انرجي. طب هي لما خدت السولار انرجي واستخدمتها حولتها لايه؟ لإلكتريكال انرجي. يبقى البروديوسد انرجي معايا ايه؟ إلكتريكال انرجي. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي write the scientific term of each of the following. question number 1 a turbine in which the kinetic energy of moving water is used to generate electricity. ايه التوربينز اللي بيستخدم الكاينيتيك انرجي بتاعة الموفينج ووتر وبيساعدني ان انا اعمل generate electricity؟ شاطرين الووتر توربينز. تمام كده. طيب question number 2 بيقول لي a process by which water change into water vapor. البروسيس اللي بيحصل فيها ان الووتر بيتحول لووتر فيبر؟ شاطرين الايفابوريشن عملية التبخير اللي بيحصل فيها ان لما الووتر بتتعرض لدرجة حرارة عالية بتتحول لايه؟ لووتر فيبر. يبقى هنكتب هنا evaporation. طيب question number 3 بيقول لي a natural movement of air that's result from the difference in temperatures between cold air and hot air. بيقول لي الحركة الطبيعية اللي بتحصل للهواء بسبب اختلاف درجة الحرارة ما بين ان انا عندي cold air و hot air. ده اسمه ايه؟
شاطرين. الويند الرياح، ما الرياح دي بتحصل بسبب ايه؟ بسبب ان يكون عندي different في التمبريتشر، اختلاف في درجة الحرارة. فاختلاف درجة الحرارة ده بيعمل لي اماكن فيها cold air ساقعة جدا واماكن فيها hot air. فالcold air والhot air ده الاير لما يحصل له موفمنت، حركة ما بينهم، ده بيعمل لي ايه؟ الويند الرياح. تمام كده، كنا شرحناها قبل كده مع بعض بالتفصيل. بعد كده question number 4 بيقول لي a glass building that's used in cold area to plant crops which grow in warm climate. بيقول لي هو حاجة بتتبني من الجلاس، من الإزاز، بنستخدمه في الكولد اريا، في الأماكن اللي هي ساقعة قوي، لما نكون عايزين نعمل بلانت، نزرع كروبس، محاصيل بتكبر بس في الورم كلايميت. ده كان اسمه ايه؟ شاطرين. الجرين هاوس. كنا لسه شارحينه مع بعض من شويه، قلنا ان الفارمرز بيعتمدوا عليه لما يكونوا عايزين يعملوا جرو لكروبس، محصول معين بيكبر بس في الورم كلايميت والجو حواليهم كولد. يعملوا ايه؟ يعملوا الجرين هاوس ده. الجرين هاوس يبدا ياخد كل السولار انرجي اللي جاي من الصن وبيحولها جواه لايه؟ للثيرمال انرجي. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي mention one use of the following. قول لي استخدام واحد بس للويند ميلز. كنا بنستخدم الويند ميلز في ايه؟ كانوا زمان اصلا كانوا بيستخدموها في ايه؟ شاطرين ان هم يعملوا crushing للجرينز to make flour، يعني يطحنوا الحبوب عشان يعملوا الايه؟ الدقيق. وقلنا ان في فرق ما بين الويند ميلز اللي كانت موجودة زمان والويند توربينز اللي موجودة دلوقتي. الويند ميلز اللي موجودة زمان كانوا بيستخدموها عشان يعملوا كراشنج للجرينز ويعملوا فلور دي، انما الويند توربينز اللي بيستخدموها دلوقتي بيستخدموها عشان يعملوا ايه؟ generate electricity. طيب هنكتب هنا ايه؟ it's used in crushing grains to make flour. بعد كده بيقول لي put true or false. question number 1 wind turbines must be used in windly placed. هي الويند توربينز لازم ان انا احطها في مكان فيه windly placed، يعني مكان فيه رياح كتير قوي. شاطرين. true. ليه يا مس؟ قلنا ان الويند توربينز لازم تحط في مكان strong wind عشان تبدا ان البليدز بتاعتها يحصل لها move، تتحرك وتقدر تساعدني ان انا اعمل ايه؟ generate electricity. طيب question number 2 بيقول لي solar panel can be used to operate irrigation equipment in some village. بيقول السولار بانل كانوا بيستخدموها ان هم يشغلوا irrigation equipment، معدات الزراعة، في بعض القرى. طبعا true. قلنا ليه؟ الفارمرز كانوا بيعتمدوا عليها كرينيوبل انرجي ريسورس علشان يعملوا irrigate للكروبس بتاعتهم والمحاصيل بتاعتهم. كانوا بيحطوا السولار بانل دي جنب الاريجيشن equipment، فكانت بتساعدهم ان هم يعملوا irrigate للكروبس دي بطريقة طبيعية جدا اللي هي renewable energy resource. تمام كده؟ question number 3 بيقول لي water condense forming fuel then return back to its source during rainfall. يعني الووتر لما بيحصل له كوندنس بيعمل لي فيول، وقود؟ لا طبعا فولس. الووتر لما بيحصل له كوندنس ما بيعملوش فيول خالص، صح كده؟ طيب question number 4 بيقول لي dams are built on river to increase thermal energy of rivers water. هو الدام لما بنبنيه فوق في الريفر بيعمل لي increase للثيرمال energy؟ شاطرين. فولس. امال بيعمل increase لمين؟ شاطرين. للجرافيتيشنال بوتنشال انرجي اللي بعد كده بتتحول لكاينيتيك انرجي وبتروح للووتر توربينز، بتساعدني نعمل ايه؟ generate electricity. طيب بعد كده بيقول لي give reason for the following. you can feel warm at night although the sun is not visible in sky. بيقول لي ليه انت بتشعر ان انت feel warm دافي بالليل بالرغم ان ميكونش فيه sun، ميكونش فيه شمس كده ظاهرة بالليل؟ ليه؟ لان الاتموسفير واللاند والووتر طول اليوم عمالين يعملوا absorb للثيرمال انرجي اللي موجودة من الصن عشان يخزنوها بالليل. فهلاقي بالليل الجو ايه؟ وورم، الجو دافي بالرغم من ان مفيش صن. ليه؟ لان الاتموسفير واللاند والايرث سيرفس عملوا absorb للثيرمال انرجي اللي جايه منين؟ من الصن. فده بيعمل increasing للايرث temperature. يبقى نكتب هنا because atmosphere land and water of earth's surface absorb thermal energy of sun caused increasing in earth's temperature. يعني الاتموسفير واللاند والووتر بيعملوا absorb للثيرمال انرجي اللي موجودة في الصن، بيساعدني ان انا اعمل increasing للearth's temperature، بيزود درجة حرارة الارض. تمام كده؟ طيب كده احنا نكون خلصنا مع بعض موديل exam 2 in concept number 3 unit 3. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.